النهارده هنكمل فيديو اللي هو بتاع العمرة وكده اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. بالنسبة للعمرة، الأكل بقى والمواصلات، البنود دي هنتكلم عنها. بالنسبة للأكل والمواصلات، لو هتاكلي في المطاعم في وجبات متوسطة من 30 ل50 ريال، بس على حسب يعني هتاخدي، بس لازم برضو يعني حتى لو هتاكلي في المطاعم لازم تاخدي معاكي معلبات وعصاير ونواشف من مصر. ليه؟ هتوفرلك كتير في الميزانية، هتوفرك كتير، وهتبقى عاوزة حاجات يعني تاكلي وانتي راحة وكده، مش هتعتمدي بس على الوجبات اللي هتروحي تاكليها في المطعم وكده. لازم تبقى انت لما نكون رايحين رحلة في مصر بيبقى لازم معانا حاجات وكده، فاهميني ازاي؟ فلازم يعني فلازم تاخدي معاكي معلبات وعصاير. الميزانية اصلا الشهرية للاكل هناك الفرد الواحد اللي انتي لوحدك لو هتاكلي هناك في الشهر هتبقى ب1000 ريال ل1500 ريال. وفي بقى المواصلات، هتاخدي مثلا تاكسي، وفي تاكسيات، وفي باصات، وفي تطبيق اوبر وكريم. اوبر المشوار المتوسط بيبقى من 20 ل 30 ريال في الاوبر وكريم، المتوسط مشوار يعني تقريبا في الحدود دي 20 30 ريال. فيعني الحاجات دي بتبقى يعني لازم نخلي بالنا منها ويبقى معانا فلوس وكده، احتياطي وكده. في بقى من مكة للمدينة في القطار السريع، التذكرة بتبقى 250 ريال، بس بقى حلو جدا وكويس جدا، بتبقى ب250 ريال ماشي. عشان بس الهوا اللي جاية عشان المروحة مشغلاها، ف يعني مش عارفة يعني ايه بعد الموبايل باجي كده وكده. المهم الإطار السريع التكلفة بتبقى 250 ريال، ويعني حوالي بقى هقولك بقى هفصصلك دلوقتي الحاجات كلها. التكلفة الإجمالية التأشيرة بتبقى 4000 ريال، والطيران قولي حوالي 18000 جنيه. يعني هتلاقي 4000 ريال، والطيران قولي 18000 جنيه يعني. وهتلاقي السكن 10 أيام ب4000 ريال، هتلاقي الأكل والمواصلات هتلاقي 1500 ريال، هتجيبي هدايا طبعا وحاجات وانت نازلة مصر هقولي 1000 ريال تانية. الإجمالي تقريبا هيبقى 8300 ريال، احسبيها المصري حوالي هتبقى 110000. كله بقى كله بهداياكي بمصاراتك بكل حاجة بأكلك بكله 110000 جنيه مصري. يعني الرقم ممكن يزيد وممكن يقل، يعني ممكن يقل عن كده ممكن يزيد عن كده حسب اختياراتك، واختيارات هتقعدي فين وهتجيبي ايه وهتاكلي ايه وهتصرفي ايه ومواصلات ايه، انت اللي بتختاري وانت اللي بتحددي. ممكن تزيد عن كده او تقل عن كده شوية مش كتير. في ناس بتعملها ب80000 جنيه العمرة، وفي ناس بتقف عليها ب150000 جنيه، وفي ب110، على حسب. لازم بقى تاخدي النصايح دي قبل ما تيجي تروحي تحجزي مع شركة مضمونة ومعروفة عشان السكن والباصات، وخدي ريالات كتير معاكي من مصر عشان السعر هناك بيكون اغلى. يعني السعر هناك بيكون اغلى، يعني لازم تعملوا حسابكم على كده. يعني لازم تاخدي معاكي ريالات من مصر كتيرة من البنك، تغيري من البنك وتاخدي ريالات عشان السعر هناك بيبقى اغلى. وبعدين انت ممكن حد يعمل العمرة دي ب80,000، ممكن واحد 90، ممكن تقف واحد على 110، ممكن حاجات ممكن أقصى على 150، بس هي مش هتزيد، يعني تعمل رينج مش هتزيد على 150,000 لما تبقي مرفهة أو واخدة حاجات ترفيهية هناك، مش هتزيد على 150,000 عشان تبقي عارفة المتوسط. وطبعا بتختلف، الاختلافات دي بتيجي منين؟ مش لوحدها، انت اللي بتختاري، انت اختيارك مواصلاتك بيختلف، اختيار في الفنادق أو الشقق هتقعدي فين، الرحلات المواصلات هتركبيها الاكل هتاكليه وفين. كل الحاجات دي هي اللي بتفرق في الفروق في الاسعار، بترجع لمين؟ محدش بيجبرك عليها، انت اللي بتختاري حسب مقدرتك وميزانيتك اللي انت حطاها، حسب الميزانيه بتاعتك انت هتختاري كذا كذا كذا، وبتختلف بقى في التوتال لما تيجي تجمعي الميزانيه كلها هتلاقيها وقفت عليكي بكذا. فهمتي ازاي؟ التفصيص انا فسرتها لك، التفصيص الحاجات دي بقى هي البنود دي هي اللي بتصرف، هي اللي بتاخد. ولازم تبقى عامله حساب كل بند قبل ما تسافري، انا هروح ازاي، هعمل ايه، انا عاوزه كذا يبقى في حدود كذا، وتاخدي معاكي زياده، يعني الحاجه اللي هتعمليها تاخدي معاكي زياده. ليه؟ عشان ما تجيش في الاخر والحاجه هناك اغلى في الحاجات دي، العمره والحاجات دي اغلى، يعني المصاريف هناك اغلى في الفنادق والحاجات دي في الوقت ده، فلازم تاخدي معاكي ريالات زياده، مش تحسبي كله وتقولي انا حسبت خلاص يبقى كده تمام، لو نزلت في كذا ولو كلت في كذا
ولو ركبت في كذا لا خدي معاك زياده، ممكن تتغير في يوم هناك السعر، ممكن تلاقي حاجه طارئه جاتلك، صرفتي اكتر، خدتي حاجه اكتر، عملتي حاجه اكتر. وطبعا الهدايا كلنا بنحب نجيب هدايا واحنا نازلين لقرايبنا وصحباتنا جيراننا والناس الحبايب قريبين مننا، بنحب نجيب لهم هدايا. سبح، المسك والعنبر والعود والبرفانات. البرفانات والمسك والعود والعنبر بتبقى تحفه، التوصل بالبرفانات. بالنسبه للهدايا طبعا الهدايا تبقى البرفانات والبخور بتاع السعوديه لا يعلى عليه، وسجاجيد الصلاه والسبح والعبايات برضو. يعني انت مثلا عندك مامتك، اختك، خالتك، جارتك، واحده صديقه ليكي مقربه، هتجيبي عبايه، اكيد العبايه شيك حلوه هناك، مع سجاده الصلاه، مع مثلا ازازه برفن حلوه وشويه بخور. اللي هتجيبي لكذا حد هتجيبي كده، هتنوعي، هتجيبي كل واحده، هتجيبي مثلا اتنين تلاته، اكيد هتجيبي كل واحده برضو العبايه بحاجتها، ببرفان، بالبخور، بالحاجات دي. فطبعا حسب انت مقدرتك، مش بجبرك تقولي لازم تجيبي كذا. ممكن ناس تجيب سبح وبخور وخلاص، ممكن ناس تجيب برفانات بس، ممكن ناس تنوع تجيب من كل حاجه حاجه. يعني مش بقول كلام يبقى لازم يتنفذوه، اكيد انتوا طبعا حسب قدرتكم وحسب اختياراتكم وحسب المصاريف اللي هتدفعوها هناك والمتبقي هتاخدوا هدايا بكام. فكل الحاجات دي لازم قبل ما تسافروا من مصر تبقوا عارفينها. يعني انتوا هتسافروا بمصر كذا ومصاريف كذا، وناخد زياده، ناخد زياده على المصاريف اللي هندفعها، هنجيب هدايا بكذا برضو ناخد زياده، وترجعوا مصر معاكوا ريالات. يعني بعد ما تخلصوا كل حاجه لازم يبقى معاكوا ايه ريالات، مش تيجوا خالص مفيش. اكيد يعني انا بنصحكم كاخواتي واهلي، عشان ايه تبقوا عارفين. يعني كلنا بنستفيد وكلنا بنقول، اي حد عارف معلومه بيقولها، في خبره في حاجه بيقولها كده، عشان التاني يستفيد وده يستفيد، وتشيروا الفيديو عشان غيركم يستفيد، قرايبكم وحبايبكم واصحابكم وجيرانكم يستفيدوا. فيبقى ده خير، ده حاجه خير، اما بنقول معلومه خير في حاجه خير انتوا تشيروها، انتوا بتاخدوا ثوابها كمان، عشان اي حد عاوز يعرف معلومه يعرفها. يعني احنا بنقول اي حاجه معلومات دي كلنا بناخد ثواب عليها. اللي بيقول معلومه وكده، معلومه كويسه ومعلومه تنفع الواحد، ودي عمره، دي كذا، دي مشتريات، دي اسعار، يخلوا بالهم ياخدوا ايه عشان يبقوا معاهم احتياطي. دي كلها انتوا بتفيدوا ناس غيركم، ودول بيستفيدوا وبننصحهم، ودي حاجه مفيده، فاحنا بناخد ثواب. وانتوا لما بتقولوا لهم وتشيروا لهم الفيديو بتاخدوا ثواب. انت مش شايل الفيديو لصاحبتك، خالتك، عمتك، بنت خالتك، جارتك، انت بتاخدي ثواب ليه. يعني هي هتقرا، هتسمع نفس المعلومات، وهتفهم لما تيجي تعمل عمره تعمل ايه زي ما انت فهمتي. فكلنا هناخد ثواب وكلنا هنفيد بعض بالخير، وده اللي احنا عاوزينه نوصله في الاخر يعني. وطبعا يا حبايبي انا بيشرفني انكم تسمعوا الفيديوهات بتاعتي، وتودوها تبعتوها لحبايبكم واصحابكم وناسكم واهاليكم، وربنا يكتب لنا كلنا العمره، وكلنا نطلع العمره بدل مره 2 و3 و4 وطول السنه. يا رب يوسع علينا ونطلع عمره طول السنه، يا رب يوسع على الناس كلها ويوسع رزقنا كله يا رب، ونطلع كلنا العمره طول السنه، تبقى طول السنه عمره، كل شهرين 3 نطلع عمره، احلى حاجه. يا رب ندعي كلنا يوزع رزقنا في مصر وفي السعوديه، واللي ما راحش يروح، واللي يروح تاني وتالت، واللي هناك يعمل عمره 2 و3 ويبعت لناسه، وكلنا يا رب نبقى خير وبركه ورزق وسعاده. يا رب اكتبها لنا كلنا زيارة البيت الحرام والمدينة المنورة ومكة، ونعتمر ونحج ونزور السعودية ونقعد في السعودية. يا ريت، من أطهر بقاع الأرض المملكة العربية السعودية، من أطهر بقاع الأرض، ويا ريت كلنا نروح. وأنا بحب أهلهم جدا لأن أنا عشت معاهم فترة طويلة، ووالدي عاش معاهم، وأنا أعرف ناس هناك، ليا معارف هناك وكده، فأعرف يعني في السعودية دي ليها من زمان قديم الأزل، ومن قريب ليها تاريخ معايا. وانا بتشرف ان انا رحت هناك وقعدت هناك وتعرفت بالناس هناك، السعوديات، اخواتي السعوديات واهلهم واسرهم، وكلهم عائلات واحده. وطبعا بعيش على يعني انا عندي حاجات لغايه دلوقتي، يعني حاجات لغايه دلوقتي معايا من السعوديه، دهب من السعوديه، لبس من السعوديه، برفانات من السعوديه، حاجات كتير والله بستخدمها واستخدمتها، وفي حاجات ما استخدمتش. في برفانات انا جبتها لسه ما فتحتهاش من الكتر، بستخدم دي بيخلصوا ولسه ما فتحتش الباقي. اللبس بلبس، انا بلبس من كتره بسيب الباقي مركون، بقى ارجع البس فيه. فهبقى اوريكم واصور لكم حاجات اللي اقدر عليها طبعا،
ف يعني السعودية من البلاد الجميلة والطاهرة وحاجاتها جميلة. فأتمنى الفيديو ده لو عجبكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا لفيديو جديد. اشتركوا في القناة يا حبايبي وفعلوا الجرس. سلام، توحشوني، سلام.